العسكرية برضو أثار بعض الانتقادات، وقيل وقتها لماذا اختار أن يترشح بالبدلة العسكرية؟ هل هذه إشارة إلى عسكرة الحكم في مصر؟ هل هذه إشارة إلى أنه مرشح الجيش؟ يعني لماذا اخترت أن تترشح بالبدلة العسكرية؟ أي رأي أنا هحترمه، يعني إذا كان في تحفظ من البعض أنا أقدره، بس كمان عايزهم هم يقدروا إن أنا هذا الزي بالنسبة لي وبالنسبة لمصر يمكن كمان يمثل قيمة عظيمة. وكمان عايز أقول للجيش اللي أنا خدمت 45 سنة فيه، والضباط والصف والجنود اللي كانوا موجودين معايا في السنة ونص دول، واللي هم عملوا كتير بصراحة، بقول لهم متشكر. يعني مستكترين علي ان انا اقول متشكر للجيش. يعني احنا مش مستكترين، بس هو كان له دلالته. حضرتك بتقول انت بتحترم اللي وصل للدلاله دي، وانا ما فيش وانا اقبلها يعني. طب يعني فكره بس عسكره الدوله دي انا هتوقف عند النقطه دي خالص. كل واحد بيمارس قناعاته يا استاذه لميس. قناعاته يعني هو تركيبته الشخصيه ايه؟ هواه ايه؟ هواه الكلام ده؟ ولا هواه ان هو يتعامل مع الناس بكل حب وبكل امانه؟ لا، بكل حب وبكل امانه وبكل اخلاص وبكل شرف. دي كلها برضه معايير اخلاقيه. حاضر يا فندم، انا بتكلم، انا بقدم نفسي برضه تاني. انا بقول للناس انا مين، ومن حقهم يعرفوا انا مين، عشان هم هيختاروا. صحيح. فيختاروا ويبقوا عارفين هم بيختاروا مين. بس لكن هذا لا يعني ان الجيش سيحكم مصر في المرحله المقبله اذا ما اصبح رئيسا. الجيش ما حكمش يا استاذه لميس قبل كده لما هيحكم دلوقتي. ازاي؟ الجيش كان الجيش كان موجود قبل كده، ليه دور اكتر من دوره في قبل كده، اللي هو في يعني فتره فاتت بالتحديد عايز تتكلم عنها. ال 30 سنه اللي فاتوا. ال 30 سنه اللي فاتوا كان ليه دور؟ لا، الجيش كان بيشتغل في مهمته الاساسيه للدفاع عن الوطن وحمايه والمساهمه في التنميه ان امكن. بس وفي المرحلة القادمة إذا ما أصبحت رئيسا، هل الجيش هيكون له دور في حكم مصر؟ برضه تاني؟ معلش. لا طبعا، لا طبعا بجد. لأن مش مطلوب ده. يعني البلد مليانة ناس، مصر مليانة خبرات عظيمة جدا، علمية ومهنية وثقافية، بس احنا نقدر نجيب الخبرات دي ونوظفها في الشغل. بس حضرتك لا ترى في وجود رئيس قادم من المؤسسة العسكرية انه معناه كده ان العسكر، التعبير الشهير يعني العسكر يحكم، او ان في حكم عسكري، او انه الجيش بيدير الامور؟ انا مش هسمح لك تقول العسكر تاني بصراحة كده. لا طبعا. الكلمة دي غير مقبولة على جيش مصر بالمناسبة. لانه الجيش ده عمره ما كان إلا عند حسن ظن المصريين بيه. ليه الحساسية المفرطة مع هذه الكلمة سيادة المشير؟ لا تعني غيرها، يعني الصفة العسكرية يعني مش. لا، العسكر مش كده. العسكر دي بتعني فئة من القوات كانت موجودة في العصر القديم زمان، انما العسكر دلوقتي لا عيالنا واولادنا وابائنا واخواتنا. اسمها المؤسسة العسكرية. القوات المسلحة. وعلى كل حال هو اللفظ بدلالة استخدامه. صحيح. مش كده؟ صحيح. هو دلوقتي بيستخدم للإساءة ولا أنا مش واخد بالي؟ عند البعض ربما بيستخدم للإساءة. فأنا اوعى تزعل. لا اطلاقا، التحفظ ممتاز، بس خلينا نرجع للأصل، إنه القضية مش قضية تعبيرات، قضية إنه حضرتك مش شايف هل القوات المسلحة ستتدخل في الحكم أو لا؟ قولا واحدا لا.